بينما رفض كريستيانو رونالدو بشكل قاطع موعداً مع الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة ميغان فوكس، حدث موقف مشابه مع النجم الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد الذي تجاهل تماماً المغنية العالمية دوا ليبا رغم محاولاتها التقرب منه أثناء إحدى المناسبات، إلا أن نجم ريال مدريد الجديد لم يعرها أي اهتمام. ومن جهة أخرى هناك من رفض شيئاً أكبر من الشهرة بل حتى من السلطة نفسها. الحديث هنا عن اللاعب الشاب غافي صاحب 20 عاماً، والذي سحر الأميرة الإسبانية الصغيرة ليونور عندما التقاها لأول مرة، لدرجة أنها طلبت من والدها الملك فيليبي السادس الحصول على القميص رقم 9 الخاص بغافي لتقوم بارتدائه أثناء مباريات منتخب إسبانيا. لكن السؤال الذي حير الجميع: لماذا رفض غافي هذه الفرصة الذهبية ليكون يوماً ما ضمن العائلة المالكة الإسبانية؟ الجواب جاء من مقربين منه، إذ إن انضمامه للعائلة المالكة كان سيعني نهاية مشواره الكروي، وهو أمر لم يكن مستعداً للتخلي عنه. غافي يرى أن مستقبله لا يزال في بداياته، وأنه ولد ليصنع التاريخ في عالم كرة القدم.